النجم أحمد عز في القاسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت فارتحت. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سبع، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل النااس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إنها قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إنها قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. القاسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. حسن، يا حسن، يا حسن. انت ايه اللي جابك ورايا يا فريدة؟ انت الظاهر عليك يا حسن نسيت ان انا جايه معاك من مصر، وما افتكرش لا من الشهامه ولا من اصول ولا من المجدعه انك تسيبني لوحدي وتمشي. انا ما قلتلكيش تعالى ورايا من اصله والله، وبعدين يعني دي مسألة بديهية، جيتي لوحدك وبقرارك يبقى ترجعي لوحدك وبقرارك. افهم من كلامك ده ايه؟ اني غلطان عشان فكرت اكون معاك وجنبك؟ معرفش بقى والله، ومن فضلك ارجعي انت دلوقتي. وانت هتروح فين بقى؟ هرجع مصر يا فريدة. يبقوا انتصروا عليك يا حسن. ينتصروا ولا يغوروا في 60 داهية، الله انا ماليش دعوة بحد. طب اهدى، طيب اهدى عشان خاطري. طب افهم بس، انت رايح فين حالا دلوقتي؟ فريدة معلش والنبي يعني انا عاوز ابقى مع نفسي شوية. حسن، مش ملاحظ انك لاول مره ما تستخدمش عقلك ولا دماغك، وان كل اللي بيجرالك ده عشان بتفكر بعاطفك وبس؟ وانا عقلي خلاص هديله 60 اجازة، هنساه، هولع فيه بجاز. انت ليه بتقول كده بس يا حسن؟ الظاهر ان عقلي ده ممكن يفيد الاخرين، كل الاخرين، ويدمرني انا، عشان كده انا مش عاوز استخدمه يا فريد. طب ممكن تركز معايا شويه؟ تاني يا فريدة. مش بعقلك، طيب ركز معايا بعواطفك عشان خاطر جلال اخوك. اتفضلي. انا لقيت الحل يا حسن. حل ايه؟ الحل اللي ممكن ننقذ بيه جلال اخوك. ومستنية ايه؟ ما تخلصي، قولي بسرعة. طب يلا تعالى معايا الاول. هنروح فين؟ هنقابل مسؤولين في وكاله ناسا. وكالة ناسا؟ طب وهنقول لهم ايه؟ هتعلن انسحابك رسمي. وأنا حسن حسين القاسة أشكر إدارة وكالة ناسا على سعة صدرها وتفهمها لموقفي، والذي أراه موقف بديهي حتمي ويراه البعض أنه موقف عاطفي، وأنا أتفق مع أصحاب هذا الرأي، وده كله لأن عاطفة الأخوة تغلبت على العقل، ما دفعني إلى إهمال عقلي والاهتمام بعاطفة الأخوة تجاه أخي جلال القاسة، والذي يمر بمحنة في هذه الأيام، وحيث أنني أخيه وجب الوقوف بجواره وإبقاء مصلحة أخي على المصلحة العامة، والتضحية بأي شيء من أجل حياة أخي. ولأن وكالة ناسا تسعى في ترشيحها لرواد الفضاء الذكاء والفطنة وحسن التفكير وبعد النظر وعمقه وعدم اختلاط العاطفة بالعقل، لهذا قررت أن أنسحب من هذه المهمة، وهي حلم الصعود للمريخ، تاركا مكاني لمن يستحق هذه المكانة العلمية. أشكركم وأشكر وكالة ناسا. حسن القاسة. حسن، يا حسن تعالى بسرعة. ايه في ايه؟ تعالى شوف ردود الفعل على اعلان اعتذارك وانسحابك من الرحلة،
واو، كل دي ايميلات. تعالى نفتح اول ميل. امل من الاردن. حسن كلنا معاك يا حسن. حسن كلنا بنحبك. رويدة من الامارات. بليز يا حسن ما تنسحبش. وكمان زينب من البحرين بتقولك ما تنسحبش. رتيبة من اندونيسيا. ومحمد شيحة من مصر بيقولك انت كنز بالنسبة لنا يا حسن. وبيقولك كمان انك اكبر من الوصول لكاس العالم. وكمان في ايميلات جاتلك من بنجلاديش والهند وانجلترا وكوريا واليابان وروسيا وامريكا. ايه سكتي ليه يا فريدة؟ قل آسى في وكالة ناسا. قل آسى في وكالة ناسا. استنى يا سي حسن. حسن، من اول ما عرفتك وحسيت انك انسان مثالي وعظيم. يا ريت يا حسن تبقى واقع مش حلم. حبنا هيعليك وهيرفعك لفوق اكتر واكتر. ويا ريت بقى ما تخسرش حب الاخ لاخوه. الحب اكبر من المريخ يا حسن. ايه الكلام ده غريب قوي وغير منطقي. ما هو لما يبقى من مهرة هانم يبقى منطقي وحتمي كمان. طيب ايه يا فريدة، الله مالك قلبتي وشك كده ليه؟ مش عارف ليه قلبت وشي؟ ما هو انا لو عارف ما كنت سألتك واستهلكنا الوقت في سفسطة وجدال غير منطقي. عاوزني اشوف واقرا بنفس الرسالة اللي جايبها لك من الست مهرة واتبسط؟ من يوم ما عرفتك وانا حاسة انك مثالي وعظيم. استني بس يا فريدة، الله ما تخليش مشاعر الغيرة تغلبك. يعني اعمل ايه طيب؟ ركزي في الرسالة وشوفيها من منطقة تانية، بلاش بقى تبقي ضيقت الافق للدرجة دي. متأسفة، مش هقدر اشوفها من ناحية تانية يا سي حسن. وهي ملهاش غير ناحية واحدة اصلا. اللي هي ايه بقى؟ انها بتحبك وانت بتحبها. بطلي جنان بقى يا فريدة، الله. انا لو اتجننت يبقى انت السبب يا سي حسن. اهدي بس، اهدي. وبعدين انا عايزك تحكمي عقلك. انا لسه من كام ساعة كنت بقول عليك عبقرية لما قلتيلي على فكرة الانسحاب دي. عاوزني افكر ازاي يعني؟ انا اعلنت انسحابي من المهمة ليه؟ ما تردي. عشان تنقذ اخوك جلال. طيب وفين بقى اللي كانوا رهاين مع جلال؟ الست مهرة والمنتج بتاعها. وكانت ايه بقى مطالب رودريجو عشان يحررهم؟ انك تعلن انسحابك. وايه اللي حصل من شوية؟ اعلنت انسحابك. ولما الست مهرة تبعت لي ايميل معنى كده انها بقت حرة. صح يا حسن. ومعنى ان مهرة حرة يعني جلال اخويا يبقى حر. ايوه بالظبط كده. ياه، ده انا فرحان بيك يا قوي يا فريدة. من امتى يا حسن طيب؟ من ساعة ما قلتيلي نروح ونقابل المسؤولين في وكالة ناسا ونحكي لهم على الموقف اللي انا فيه، واقتنعوا اننا نلعب لعبة الانسحاب دي علشان ننقذ اخويا جلال. وبمجرد رودريجو ما يشوف الرسالة هيفرج عن الرهاين. هايل يا فريدة. انت عارفة انت عملتي ايه يا فريدة؟ انت اديتي لعقلي شحنة منشطة بس شديدة قوي. وانت كمان كنت ممثل هايل يا حسن، لدرجة ان العالم كله صدقك. انا اللي متفقة معاك وصاحبة الفكرة اصلا صدقتك. وواضح انهم بلعوا الطعم كله. وكانت ضربة معلم يا معلم جلال، ولك أن تفخر يا جلال يا قلقاسة بأنك أخ لحسن قلقاسة. لقد فعلها أخيرا وضرب عصفورين بحجر واحد. الحجر الأول حررك به، والثاني انطلق بحلمه إلى عنان السماء إلى المريخ. فلنفخر به ونهلل وندعو الله أن يوفقه في رحلة الأحلام، رحلته إلى كوكب المريخ الكوكب الأحمر. كفاية بقى بدوي دماغي. مالها دماغك يا عينيا؟ حاسس انها بقت عاملة زي كشك الكهرباء اللي ضرب في الشارع اللي ورانا. ألف سلامة عليك وعلى كهربتك يا جلجل. وهناك عصفور ثالث، إنه أعاد الحب والوئام والود ما بينك وبين منيرة زوجتك. يا عم خليك محضر خير وما تفتحليش فتوحة ما تتقفلش. أعمل لك حاجة تاكلها يا جلجلتي؟ اعملي بس يا ريت حاجة تليق بالمناسبة السعيدة وبمناسبة الصحفيين الذين يترصصون في طوابير على أبواب منزلكم يا جلال. هما الصحفيين وصلوا يا بدوي؟ صحفيين وبس، ومحطات تلفزيونية. طوابير 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 طوابير. من يسعده زمانه يسمع الناس لسانه. قل لي ما الذي تريد أن تقوله في المؤتمر الصحفي؟ أما تريد أن تجعلني لسان حالك لا أرد على أسئلتهم؟ ولا إيه يا سي بدوي؟ عويل معرفش اتكلم وقابل صحافة وتلفزيونات. بقولك ايه، انت تنظمهم لي، تدخلهم لي واحد واحد، بس اهم حاجة ايه؟ تعرف هيدفعوا كام. اللي وصل له حسن قلقاسة ده كله انا السبب فيه، انا اللي صرفت عليه. دي فرصتي عشان اعوض اللي انا صرفته كله. بقولك ايه، دخلهم لي واحد واحد. قل آسى
في وكالة ناسا. الآسة في وكالة ناسا. أنا أقول لك صباح الخير. أنت تتكلمين اللغة العربية؟ نعم، أنا أتحدث بلغة الضاد. ومن أي بلد بقى من البلاد التي تتحدث بلغة الضاد؟ ليس لي مكان ثابت في ميلاد، ولكني أقول كل ما أعرفه، أنني أنتمي لمنطقة الشرق. وأين ولدتِ؟ ولدت في ألمانيا. وتعلمت العربي ولغة الضاد فين؟ إن أبي وأمي كانوا يعيشان في مصر، ثم هاجروا إلى ألمانيا، ثم هاجروا إلى روسيا، ثم إلى أوكرانيا، ثم استقرت بهم الأحوال في أمريكا. ولكن أنت إحساسك أنت يعني بتنتمي لأي بلد؟ للبلد الذي تنتمي أنت إليه. يعني إيه؟ أنت مصرية؟ إن ابتسامتك جميلة وعينك فيها من ابتسامتك الكثير. حسن، إيه يا فريدة؟ ايه يا حسن، انت كنت نايم ولا ايه؟ اسمعي، الهانم المذيعة كانت عاوزة تنيمني تنويم مغناطيسي. الظاهر ان هي منياهم. طب ما تطردها. ما ينفعش، لازم اعرف هم عاوزين مني ايه يا فريدة. وبعدين خليها تنيمني لو قدرت. ما قلتليش انت كنت عاوزة ايه؟ اخوك جلال. ايه ماله؟ اتخطف تاني؟ وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حياة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حياة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي، وجايز اشب كمان شوية، هوصل للكوكب اللي في خيالي، وحسبت لكوا يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوة صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. الآسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية.